لان اللي حصل ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش بني ادم. كان المفروض نصبر عليه شويه علشان تشوف صاحبك اصلا مات بجد ولا ما ماتش، علشان ما تطلعش تفول عليا وتقلق الناس وتخلي الناس تترحم عليا وانا لسه ليا عمر في الدنيا ولسه ما موتش. يا اخواتي وحشتوني كتير جدا جدا جدا، والله وحشتوني. اول مره انت تشوفني، اول مره انت تعرفني، اشترك في القناه واعمل لايك. النهارده اتكلم عن بكر بسيوني. ايه اللي حصل معايا؟ انا قلت لكم تمام، فاكرين الفيديو، اخر فيديو انا نزلته، قلت لكم استنى شهر او شهرين 3 هو فعلا ظهر تمام ولسه عايش الحمد لله يعني. وفي نص الناس بيقولوا ده مقلب وبتاع وكده. هو فعلا راح المستشفى، بس مستشفى تاني، والشخص ده اسمه مصطفى عمل حادثة قبل كده تمام. الحادثة ديت ومات، وهو اساسا عبد الرحمن ما افتكر الشخص ده هو بكر بسيوني. بس اشترك في القناة واعمل لايك، ويلا بينا تشوف اسم ده الفيديو، عشان الفيديو ده مهم جدا. اشترك في القناة واعمل لايك، ويا ريت تشيروا الفيديو ده، ويلا بينا يا اخواتي. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طيب انا عارف ان في ناس كتير قوي منكم دخلت على الفيديو ده، وعارف ان في ناس كتير قوي منكم اكيد دلوقتي مستغربه ان انا واقف بعمل فيديو، واللي حصل الفتره الاخيره ده كله كان ايه، ومين اللي وصل الحوار ان هو يطلع على السوشيال ميديا بالمنظر والشكل اللي انتوا طبعا كلكم اتفرجتوا عليه. الفيديو ده يبقى فيه حاجات كتيره قوي مهمه جدا، لازم الكل يبدا ان هو يسمع كل حرف وكل كلمه هتتقال في قلب الفيديو. الفيديو ده مش هيبقى فيه مونتاج ولا هيبقى فيه اي حاجه، بحيث ان انا في حاجات كتير قوي عايز اتكلم معاكم فيها. المفروض ان انا دلوقتي واقف معايا حسن بس ورا الكاميرا بيصورني، محدش من الرجاله بدات ان انا اعرفهم ان انا فين او ليه. كل اللي انا وصلته ليهم ان انا سافرت على كفر الشيخ، علشان انا حرفيا يا جدعان وانا اسف مش حابب ان انا اقابل او اتكلم مع اي حد فيهم بعد اللي حصل منهم او بعد اللي هم عملوه الفتره الاخيره. ان انا ابقى واحد محجوز في المستشفى علشان ده كان هيلغي الاشتراك او اذا كان هيكتب كومنت سلبي، فكل واحد فيكم والله العظيم 3 حقه ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها، بس لازم تشوفوا وجهه النظر الاول وتسمعوا وجهه النظر، وبعد كده تبداوا انكم تحكموا. طبعا المفروض ان انا من اسبوع بدات ان انا كان عندي مشكله في ضرسي، ان ضرس العقل بتاعي يا جدعان مكتوم جوه ما بيخرجش، يعني ما خرجش من مكانه، مكتوم جوه تحت الجلد، فبدا ان هو ياثر عليا وياثر على دماغي. بدات ان انا اروح المستشفى وتابعت مع دكتور هناك، الدكتور اداني علاج اللي هتمشي عليه لمده 4 ايام، ولما تمشي عليه لو الدنيا بقت تمام والضرس طلع والدنيا بقت زي الفل مفيش اي عمليات ومفيش اي حاجه. لو ما حصلش اي جديد بعد العلاج اللي انت بتاخده كده هنضطر ان احنا نعمل عمليه نفتح الجلد ونشيل الضرس ده خالص. فبدات ان انا اعرف ان انا دخلت وحاجات كتير قوي. طبعا كل حاجه المستشفى بتبدا انها تعملها المفروض ان احنا عملناها، بس خدنا بعدين ورحنا ايه للدكتور الناحيه الثانيه في العياده بتاعته. لما رحنا هناك بدانا ان احنا بالفعل ناخد البنج بتاعنا وعملنا العمليه والدنيا تمام، والدكتور قال لي المفروض انك انت مش هتخرج من هنا غير لما البنج يخرج من جسمك ونبدا ان احنا نطمن ان العمليه كويسه، وبعد كده تبدا انك انت تخرج. طيب انا في غلطه وحيده اللي انا غلطتها علشان يبدا ان هو يحصل ده كله، بس ما كنتش متوقع ان اصلا الرجاله ما بداوش ان هم ياخدوا اي حاجه بالعقل ويفكروا بالعقل، بداوا ان هم يقولوا على طول واحد شاب مات يبقى بكر اللي مات، لان بكر هو اللي موجود في العمليات جوه. طيب انا واحد خرجت من العمليات وخرجت من المستشفى والدنيا تمام، ابص الاقي في تعليقات، في صور، في فيديوهات، في ناس بتترحم عليا، في ناس بتقول ان انا مت، في ناس منزله لي صور بقران، اللي هو انا حرفيا قعدت دماغي عامله ايرور حوالي دقيقتين. انا مت بالفعل اصلا وانا دلوقتي في عالم تاني، او انا مت. ربنا ما يوريها لاي حد فيكم ان هو يشوف ان انا امسك نفسي بالعافيه، لان انا حرفيا في حاجات كتير قوي مضايقاني، وفي حاجات كتير قوي ممكن تخليني يطلع من بقي الفاظ انا في غنى عنها وربنا يحاسبني عليها. انا اللي انا بتكلم فيه دلوقتي يا جدعان واللي مزعلني من ناحيه الرجاله، انا كنت في الاول المفروض ان انا اقول لهم ان انا اعمل عمليه، بس انا ما رضيتش اقول ليهم علشان خاطر ما اقلقش اي حد، علشان خاطر انا ما بحبش اي حد من اهلي يعرفوا عني اي حاجه اذا كنت انا في مشكله، علشان ما يعني مثلا لو انا مت بجد ربنا يكتب لي العمر ويكتب لكم العمر، لو انا كنت مت بجد اهلي المفروض يعرفوا، يعني المفروض انك انت حتى تعرف اهلي، تعرف والدي، تعرف والدتي، تعرف اي حد من اخواتي، تبدا انك انت تمشي بشكل كويس حتى لو كان حصل بالفعل وربنا ما يكتب على اي حد فيكم ان انا مت. يعني لو كانت حصل وانا مت تقوم قايل ان انا مش عايز اعرف اي حد من اهله. طب ماشي انت مش عايز تعرف اي حد من اهلي، تقوم مصور فيديوهات ومنزلها على السوشيال ميديا. نزل، ما هو ده ما ينفعش. في حاجات كتير قوي لازم نفكر بالعقل قبلها، لان حرفيا والله وربنا ما يكتب على اي حد فيكم الموضوع صعب. بقول لكم انا خفت، يعني انا لما قمت وبدات ان انا افتح تليفوني واشوف الفيديوهات اللي نازله
واشوف الصور اللي نازله، واشوف الناس التعليقات اللي الناس عاملاها، واشوف ده بيترحم وده بيقول ربنا يرحمه وده بيقول ربنا يدخله. ما كانش ليها لازمه اصلا الفيديوهات خالص. كنا ممكن نركن الحوار ده كله على جنب لحد ما نتاكد. انا مت ماشي يا عم، لو انا مت كنت تبدا انك تعرف اهلي، تمشي في اجراءاتك القانونيه، تاخد بعضك وتاخد حقك. لو انا ميت غلطه، لو انا جرالي حاجه، لو انا في حد فعلا كان متسبب في موتي، خد كل حاجه بس بعيد عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ديت مش هنفضل حاطينها الرقم الواحد في حياتنا كلها، في الحلو وفي الوحش، في كل حاجه في حياتنا نفتح كاميرا ونصور. ما ده مش هينفع. طبعا انا عارف في ناس كتير قوي منكم دلوقتي هتبدا انها تقول انك انت غلطان، وان اصحابك كانوا بيعملوا كده، واصحابك كانوا خايفين عليك، واصحابك كانوا بيحاولوا ان هم بكل الطرق ان هم يشوفوا اي حل علشان يبداوا ان هم يجيبوا حقك ده لو كنت انت مت اصلا. طيب ماشي، الحق مش شرط ليه سوشيال ميديا. انا بتكلم دلوقتي يا جدعان على نقطه واحده، انا ما كنتش حابب اي حاجه تنزل فيديوهات او صور او اي حاجه. انا كانت غلطتي الوحيده، وكنت عارف ان انا لو بردك ما كنتش غلطت الغلطه ديت كان عبد الرحمن بردك هيقدر ان هو يصور فيديوهات وينزلها على قناته. انا فاتح قناتي عند عبد الرحمن، الانستا بتاعتي عند عبد الرحمن، الفيسبوك بتاعي عند عبد الرحمن، كل حاجه تخص السوشيال ميديا بتاعتي موجوده عنده، علشان لا قدر الله دي احنا واخدين عهد مع نفسينا، علشان لا قدر الله ان حصل لحد فينا حاجه يبدا التاني لو اصلا فكر ان هو يكمل مسيره السوشيال ميديا يبدا ان هو يتعامل وكأن الشخص التاني موجود بالظبط. بس انت تسبقت في ده، يعني انت كان المفروض انك انت تاخد وقت وتفكر بالعقل، علشان طبعا ما تقلقنيش، علشان ما تقلقش الناس اللي بتتفرج، علشان ما تخليش عيل صغير مثلا هنقول ولو نكن مثلا ان في طفل صغير متعلق ببكر او بيحب بكر، فالعيل الصغير دوت لما يشوف خبر زي ده نازل فاكيد هيزعل، فاكيد نفسيته هتتضر. طب احنا ليه نعلن ده على طول؟ ليه نوصل ده للسوشيال ميديا على طول؟ هي دي النقطه اللي انا بتكلم عنها. يعني ما بقاش عندي نفس ان انا اصور، ما بقاش عندي نفس ان انا اعمل اي حاجه. الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي ده انا ما كنتش اصلا حابب ان انا اصوره، لان حرفيا كنت بفكر ان انا اقفل قنواتي، اقفل الانستا بتاعتي، اقفل كل حاجه تخصني على السوشيال ميديا من غير ما اعرف اي حد اي حاجه. وطبعا بقى لو بكر مات بقى والناس شافت ان بكر مات فبكر مات خلاص كده الموضوع هيبقى كويس. طب هل انتوا هتقدروا انكم تستقروا بعد كده وتقولوا ان بكر اللي كان مات للاسف حصل غلطه، وان اللي كان مات ده كان شاب دخل العمليات ورا بكر وبكر كان اتنقل لمستشفى ثانيه؟ هتقدر انك انت تقنع الناس من غير ما بكر اصلا يظهر؟ فبدات ان انا علشان العك اللي حصل منهم الفتره اللي فاتت ديت اوضحه ليكم بكل حاجه وبكل وضوح وبكل سلاسه. بدات ان انا اصور الفيديو ده علشان اقول لكم يا جدعان الحوار كله بما فيه ان انا عملت عمليه، والعمليه الحمد لله مش عمليه كبيره، يعني هو مش حوار كبير. يعني انا غلطان اصلا ان انا ما قلتش ليكم ان انا هعمل عمليه، انا غلطان، بس برضو كان المفروض تصبروا، كان المفروض تاخدوا وقت، كان المفروض تفكروا علشان تبداوا تاخدوا قرار. وانا حرفيا مش عايز اقابل اي حد فيهم اتكلم معاهم. هم من ساعه امبارح، يعني انا خرجت امبارح الظهر، هم من ساعه امبارح لحد اللحظه ديت انا ولا قلت لهم انا فين، ولا قلت لهم انا بعمل ايه، ولا قلت لهم انا بصور ايه. قلت هطلع دلوقتي اصور الفيديو ده وهاخد بعض دلوقتي وهسافر علشان ما اقابلش حد فيهم، علشان ما اتكلمش مع حد فيهم، لان انا يا جدعان حرفيا انا نفسيتي زعلانه، يعني انا متضايق من اللي حصل شويه. يعني ممكن في ناس كتير قوي تقول لا مش حقك، ده هم كانوا خايفين عليك. ماشي انا عارف ان هم كانوا خايفين عليا، بس هم فولوا عليا، هم موتوني وانا لسه صاحي. هم ما صبروش شويه لحد ما يبداوا ان هم ياخدوا قرار او يفكروا بالعقل. شاب دخل ورايا العمليات، ربنا افتكره لان هو كان جاي في حادثه. الدكتور لما خرج لقى محمد اسامه تقريبا، لما شفت الفيديوهات محمد اسامه اللي كان داخل المستشفى جوه، فيكلمهم وقال لهم تقريبا الدكتور قال لي ان بكر مات. اللي عامل العمليه اصلا مش اسمه الدكتور وليد زي ما انتوا كنتوا في الفيديوهات. الدكتور وليد ده هو اللي كان عامل العمليه للشخص اللي هو دخل المستشفى بعدي، اللي هو مات ده. وفعلا الشاب ده اهله استلموا جثته واهله دفنوه. اللي كنت بعمل العمليه اصلا في مستشفى ثانيه. وطبعا لما محمد دخل والدكتور قال لهم ان صاحبك اللي في العمليه جوه توفى، فهم كانوا فكروا على طول وش ان اللي جوه في العمليات جوه بايكر ومات. طب انت ما جاش معاك ولو للحظه او لو ل1% ان اصلا كان حسن اخويا معايا، وحسن اخويا مش موجود اصلا في المستشفى؟ يعني حسن اخويا يسيبني مثلا في العمليات ويطلع يقعد على القهوه بره ولا يروح يقعد على الكافيه بره؟ ما هو اكيد هيبقى موجود معايا. ما جاش في بالك ان الدكتور ده لما طلع قال لك ان صاحبك اللي في العمليات جوه مات، ما جاش في بالك او خطر في بالك 1% انك انت تستنى شويه؟ حسن فين؟ ما حسن مش موجود في المستشفى وانت عارف ان هو معايا. ده حسن هو اللي مكلمك وقال لك ان انا رايح المستشفى عشان اعمل عمليه. حسن مش موجود معايا. صاحبك اللي مات اخوه فين؟ ما اخوه مش موجود. انت ما فكرتش بالعقل ولو ل1% علشان تبدا انك انت تشوف انك انت واخد طريق غلط اصلا وبتقلق الناس وبتخوف الناس على صاحبك اللي لسه ربنا كاتب له عمر جديد ان هو مات. فولت عليا وانا لسه صاحي، فولت عليا وانا لسه ليا عمر في الدنيا.
طيب مش مشكله، انا مش بتكلم يعني ما بتكلمش دلوقتي في ان انا اعتب عليهم او ان انا اتكلم معاهم في اي حاجه. انا بتكلم دلوقتي اللي هو سوء التفاهم اللي حصل. انا طلعت دلوقتي علشان اوضحه ليكم. انا الحمد لله انا لسه ليا عمر في الدنيا، واكيد كلنا طبعا عارفين ان احنا هنموت، واكيد ما فيش اي حد في الدنيا بيحب ان هو يفول عن نفسه. بس للاسف دي ما طلعتش مننا، دي طلعت من صحابي. كان سوء تفاهم او كان ايه الله اعلم، بس الفكره كلها ان هم غلطوا غلطه، وكان المفروض ان هم يصبروا شويه عشان يتاكدوا ان الغلطه دي او ان اللي بيحصل ده حصل بجد ولا ما حصلش بجد. هم غلطوا غلطه، وانا طلعت دلوقتي علشان اعتذر. اي حد فيكم بيتفرج على الفيديو دلوقتي انت ليك حق انك انت والله 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 ان شتمت انت ليك الحق انك انت تشتم. انت لو عملت اي حاجه غلط انت ليك الحق، لانك انت قلقت وقلقت مش بسببي. وانا اسف ان انا كان المفروض اعرفهم ان انا داخل العمليات، وكان المفروض يبقوا موجودين جنبي. بس انا زي ما قلت لكم ما بحبش يا جدعان اخلي اي حد من اللي حواليا يتوتروا عليا او يخافوا عليا. لو الموضوع هيقلق اي حد فيهم انا ما بحبش اقلق حد. لو الموضوع يستاهل اكيد انا كنت عرفتكم، بس ما دام ما عرفتكوش فالموضوع ما يستاهلش. عارف انها حاجه صغيره وجراحه صغيره هتخلص وامورنا هتمشي والدنيا هتبقى تمام. انت بقى اتسرعت وعملت اللي انت عملته، وانا طالع ببرر ليك دلوقتي. وطبعا كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي هيشوف وممكن يفكر وممكن دماغه توديه هنا وتوديه هنا وتوديه هنا. انت ودماغك ودتك المريخ فده حقك، لان اللي حصل ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش بني ادم. اللي حصل ده كان المفروض نصبر عليه شويه علشان تشوف صاحبك اصلا مات بجد ولا ما ماتش، علشان ما تطلعش تفول عليا وتقلق الناس وتخلي الناس تترحم عليا، وانا لسه ليا عمر في الدنيا ولسه ما موتش. مش عارف يعني، انا مش عايز برضك البخ علشان امورهم ما يزعلش او محدش فيهم يزعل مني. انا مش عايز لحد يزعل مني ولا انا ازعل من حد. ربنا يصلح حالك وربنا يسهل لك. بس انا شايفك وحش دلوقتي عشان انت خدت خطوه غلط، انك انت طلعت فولت عليا وقلقت الناس عليا، وانا لسه مكتوب لي عمر. انك انت ما فكرتش وما استخدمتش عقلك ولو 1%، وبدات انك انت تفكر بالعقل ان اللي بيحصل دوت او اللي انت بتعمله صح او غلط. الدكتور عمل فيه محضر اصلا واموره دلوقتي هتبقى الدنيا معاه بايظه. فانت يا ابن الناس والله 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 هرجع واقول انت اللي غلطان. انت اللي كان المفروض تصبر شويه وتفكر بالعقل شويه عشان ما تورطش نفسك وتودي نفسك في 60 داهيه. لو في مشكله يحاولوا ان هم يحلوها من غير ما يتجهوا دايما على السوشيال ميديا. مش كل حاجه في حياتنا السوشيال ميديا. لو ربنا كاتب لي ان انا اكمل على السوشيال ميديا وانكم تشوفوني بفيديوهات تاني فهتشوفوني بفيديوهات تاني مع ناس جديده، او مش هتشوفوا لي فيديوهات تاني على اليوتيوب خالص. انا عارف ان ممكن يكون الكلام طول شويه، بس انا حرفيا والله في كلام اكتر واكتر واكتر، بس بحاول ادكن جوا مني وان شاء الله. بجد احنا فرحانين كلنا والله، انا شخصيا فرحان. تمام. طبعا ناس كتيرة اوي غلطوا فيا، وناس كتيرة اوي 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 غلطوا فيا فعلا في الكومنتات. انا قلت لكم استنوا شهر او شهرين 3، وفي ناس مصدقوا وفي ناس تانية لا. الناس التانية ديت بيشتموني وبتاع، بس انا اقسم بالله العظيم 3 قلت لكم استنوا شهر او اسبوع او اقل من تقريبا اقل من اسبوع. فعلا هو ظهر. تمام. الفيديو قدامكم. انا عارف 100% هو مقلب او 100% ده مش حقيقي. تمام. وانا قلت لكم قبل كده في الفيديو، اخر فيديو انا نزلته، قلت لكم استنوا شهر او شهرين. هو فعلا عمل الكلام ده مهم جدا. تمام. يا ريت يا اخواتي اشتركوا في القناه واعمل لايك. خلص النهارده الفيديو اوريدي يعني. اشترك في القناه واعمل لايك وبس. وبحبكم كتير قوي 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 بجد، وحشتوني قوي. تمام. وانا اسف على غياب التويت ده، بس ممكن كسل فيديوهات، مش كده اعمل فيديوهات او مفيش شغف اعمل فيديوهات حتى، بس عشان خاطركم هعمل لكم فيديوهات. تمام. لايك اشترك في القناه، وكمان تعالوا انستا بقى. تمام. الانستجرام موجود هنا، والتيك توك موجود هنا، كل حاجه موجوده هنا. تمام. وكمان موجود في صندوق الوصف او كومنت. يا ريت تشتركوا في القناه وعملوا لايك، واعملوا لي تعالوا الانستا والتيك توك بسرعه. يلا سلام يا اخواتي، باي باي.